تخيل قائد بيتحرك بجيشه في صحراء مجهولة، مساحات شاسعة ما بين جبال وغابات وقبائل ما بيعرفش لغتها ولا طبعها. الروم من قدامه والقبائل المتمردة من وراه. أي قائد عسكري هيقولك دي مهمة انتحارية، لكن بطلنا كان عنده رؤية أبعد من مجرد نصر عسكري. كان عايز يوصل رسالة الإسلام لآخر نقطة في الغرب، لدرجة إنه فضل يفتح المدن والحصون واحدة ورا التانية لمدة سنين، ما زهقش ولا مل، لحد ما وصل لنهاية العالم وقتها. المشهد الأقوى في حياته هو لما وصل بخيله لشط المحيط الأطلسي، ودخل بالحصان جوه المية لحد ما الموج خبط في صدر الحصان، ورفع إيده للسماء وقال جملته اللي تقشعر لها الأبدان: اللهم لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لخضته إليها في سبيلك. الراجل ده ما كانش مجرد فاتح، ده كان إعصار من الإيمان. قدر يغير خريطة القارة الإفريقية للأبد، ويحول قبائل البربر لأعظم جنود في جيش الإسلام، وهم اللي فتحوا الأندلس بعد كده. وفي معركة من أصعب معاركه كان بيواجه جيوش جرارة من الروم والقبائل المتحالفة معاهم، وبذكاء عسكري خارق قدر يفرق شملهم ويفتح مدينة قيروان اللي بقت منارة العلم والدين في شمال أفريقيا كله. بطلنا ما كانش بيبني قلاع عشان يحكم، كان بيبني مساجد عشان يعلم الناس. ولحد النهاردة كل مسلم في المغرب والجزائر وتونس وليبيا وفي أعماق أفريقيا هو في ميزان حسنات الراجل ده. الغدر نال منه في النهاية وهو في طريق عودته من أحدى الغزوات، ومات شهيدا في أرض تهودة، لكنه ساب وراه أمة كاملة بتدين بالفضل للفاتح العظيم اللي ما كانش بيعرف المستحيل. والبطل ده هو عقبة بن نافع. ده جزء من تاريخنا الحقيقي. اشترك دلوقتي عشان تعرف باقي قصص الأبطال اللي غيروا العالم.